تخبطني فلاح من المنوفيه، بتخبطني ليه؟ بتخبطني ليه؟ الو. الحقيقة الصادمة، شكر خاص للشخص اللي احنا مش عارفين اسمه ايه. احنا ممكن نسميه مين دي يا بنتي؟ انا ما شفتهاش قبل كده. جرى لك ايه يا بابا؟ ده ولد. ده ولد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا بنتي قولي كلام غير ده. سلامة عينيك يا بابا، ده لوسي ابن طنط فكيهة. الحقيقة الصادمة، شكر خاص للشخص اللي احنا مش عارفين اسمه ايه. احنا ممكن نسميه لوسي ابن طنط فكيهة، ومش متعاطف مع البلوجر ادم سينجر، واقول لكم ليه. انا بشكر لوسي ابن طنط فكيهة على اهانته للمنوفية عشان لم وحدة المحافظات مع بعض. المحافظات كلها كتفت معانا عشان هو مش اهان محافظة بس، هو اهان مصر كلها. فبشكره انه جمعنا تاني، ويا ريتك كنت جيت من زمان، بس نقول ايه، قدر الله وما شاء فعل. شكلك يا لوسي يا ابن طنط فكيهة كنت متضايق من فلاح من المنوفية اداك على دماغك قبل كده. احنا بنشكره ان هو عمل كده معاك يا ابو قميص وسلسلة بتاعت لوسي ابن طنط فكيهة. انا مش هقول لك اقل فلاح عندنا عنده قد ايه، ولا جلابيته تمنها قد ايه من قميصك المشجر، سلتك اللي حاططها على رقبتك دي. انا شرحت ده في فيديو سابق، اللي عايز يبص عليه يروح يبص عليه. ده من ناحية لوسي. اما من ناحية ادم سينجر، البلوجر ادم سينجر، مش متعاطف معاه ليه بقى؟ ان هو نشر لنا كل اللي حصل لنا ده بالسب والقذف والضرب اللي حصل له كمان، وهو قاعد ببرود اعصاب غير عاديه. بقول له فعلا هو اتحرق دمنا، بس مش عشانك انت، لا، ده عشان اهانته لبلدنا المنوفيه، اللي الكل عارف هي ايه المنوفيه. هي طلعت ايه؟ هي طلعت قاده وعلماء في كل المجالات، زي الزعيم محمد انور السادات، ولا القائد محمد حسني مبارك، ولا القائد الزعيم عبد الفتاح السيسي اللي هو رئيس الدولة حاليا، ولا المستشار عدلي منصور اللي هو رئيس المحكمة الدستورية سابقا، ولا الدكتور مصطفى محمود اللي من العلماء، وغيرهم كتير. حق المنوفية مش هيروح. احنا هنعرف نجيبه ازاي؟ احنا هنعرف نجيبه من لوسي ابن طنط فكيهة دي ازاي؟ اللي قاعد يشتم في المنوفية كذا مرة، مش مرة واحدة بس، كذا مرة قاعد يشتم فيها. سبك وقذفك ده دليل على ايه؟ ان ليك سابقة معانا قبل كده. حد اداك على دماغك قبل كده، ملاش غير كده. وادهم سينجر قال لك انا مش من المنوفية، ويجيله الشرف ان هو يكون من المنوفية. هو بيتمحك فينا مش مشكلة، براحته، بس ما كنتش عايزه اللي هو يبقى بالسلبية اللي هو فيها ديت، مش ان هو يرد الإساءة بالإساءة. لا، دي مش من أخلاق الدين ولا القيم ولا الأخلاق، لا. هو أنا كنت عايزه يرد بس، ولو بكلمة واحدة على الحاجات اللي هو على سبه لأمك ده. بكلمة تحفظ بقى كرامة أمك، بس لو بكلمة واحدة. لا، تقول له ايه؟ تقول له أنا أمي مش كذا، أمي ربتني صح، وعشان عندي تربية وقيم وأخلاق أنا مش هرد عليك على نفس الرد اللي أنت قلت عليه ده اللي المفروض كنت تتكلم عليه وتقوله، مش تسكت خالص ما نسمعش صوتك على اهانته لامك. انا بلومك على كده. مش هندافع على امك اللي واحد اللي من دمها ما عرفش يدافع عنها، وانت مش ناقصك حاجه. انت عارف هي ناقصك حاجه واحده بس، ناقصك الشجاعه، اللي المفروض دي كانت اللي هي دي صفة أصلا في كل مسلم حر. أقول لك على قصة صغيرة جدا، حاجة بسيطة جدا. شفت جد النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب، سيدنا عبد المطلب، أما إبراهيم جه يهد الكعبة وهو جاي بجيشه الكبير، جاي وخد الغنم بتاعه. سيدنا عبد المطلب راح له عشان ياخد شوية الغنم بتوعه. إبراهيم استغرب اللي هو جاي ياخد شوية الغنم بتوعه، وهو جاي أصلا عشان يهد البيت الله الحرام. شوف قال له إيه يا سيدنا عبد المطلب؟ رب الغنم
إنما للبيت رب يحميه. أمكش محملينه. لو كنت رد بس عليه إهانته لأمك بس. إهانته لينا إحنا للمنوفية إحنا هنرد عليه وهنعرف ناخد، وحق بلادنا ده هنعرف نجيبه. عشان أهلها رجالة مش بسلاسل وقمصان مشجرة زي بتاعت لوسة ابن طنط فكيهة ده. نعرف ناخد حقنا إزاي؟ عرفت بقى في البداية أنا كنت بشكر لوسي ابن طنط فكيهة على إيه؟ ومش متعاطف مع البلوجر آدم سينجر ليه؟ أكيد دلوقتي انتوا عرفتوا السبب. لو في أي تعليق أو رأي عندكم قولولي في التعليقات. لو فدتكم لو بحاجة بسيطة اعملوا لي لايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.